أهلا بكم في سلسلة كل ما تريد أن تعرفه عن قطعيات اللحوم، من أول استخدامات كل قطعية لعيوبها لميزاتها لحتى مكان وجودها في الذبيحة عشان محدش يغشك. ونجم حلقتنا النهاردة هو قطعية السن. أول حاجة لازم تعرفها إن قطعية السن بتبقى موجودة في الجزء الأمامي من العجل، بعد على طول الرقبة وقبل الريب آي والانتركوت. وده شكل القطعية بعد ما بتتشفى، وبتبقى مقسومة لجزئين، الجزء اللي فوق بيسميه الجزارين ترانش السن، والجزء اللي تحت بيسموه ريشة السن، وبيبقى مميز بالأشكال الطولية دي مطرح ما العظم بتاع الريش اتشفى. قطعية السن هي قطعية ناعمة جدا وطعمها قوي جدا جدا، لأنها تعتبر هي الريش بتاعة العجل. ولو تاخد بالك من منظرها لما بنقطعها شرايح، هو نفس منظر الريش الضاني اللي كلنا بنحبها بالظبط، بس الفرق إنها أكبر ومتشفية من العظم. عيبها الوحيد إن ممكن يكون دهونها زيادة شوية، بالذات للناس اللي مش بتحب الدهون. بالنسبة بقى لاستخداماتها، هي بتتقطع مكعبات وبتستخدم بقى في كباب الحلة أو الطواجن زي طاجن اللحمة بالبصل، وطبعا ممتازة في الطبيخ عشان طعمها القوي، وتنفع كمان في الصواني زي صينية البطاطس باللحمة، وممكن كمان تتفرم وتبقى حوشي أو كفتة ممتازين ودهونهم متوازنة. آخر حاجة بقى تاخد بالك منها وانت بتشتريه من عند الجزار، إن الجزار شال الغطا الخلفي بتاعه زي ما انت شايف كده، كان بيبقى هنا وادي اهو بقيته، عشان الحتة دي بتبقى خشنة جدا وممكن تخليك تظلم القطعية كلها. واخيرا لو عجبك الفيديو ده ياريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ويوصلك بقية حلقات السلسلة اللي فيها كل القطعيات. باي باي.